السلام عليكم عشاق ومحبي نادي الأهلي السعودي، حياكم الله. ألف ألف مبروك التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فيسيل الياباني. بهذا الفيديو بدي أحكي عن المباراة وعن اللي صار فيها، بدي أحكي عن الأداء وعن تقييم اللاعبين، وبدي أحكي عن الدقيقة 62 بالذات. بس بدي منكم بعد إذنكم يلي ما له مشترك بالقناة يشترك لو سمحتوا، ورجاء لايك. اللايك كتير مهم إذا بتريدوا. بدأت المباراة ونزلوا الفريقين على أرض الملعب وبلشت المباراة. بصراحة فريق الأهلي بالشوط الأول ما كان بالمستوى اللي احنا بنعرفه، كان في أخطاء بالتمرير، كان في أخطاء بنص الملعب، وكان في أخطاء بتمركز اللاعبين. في شوية بطء بالشوط الأول، وهذا الشيء اللي خلى الفريق الياباني فيسيل كوبي يتقدم بالدقيقة 31. آخر دقيقتين ثلاثة انتفض نادي الأهلي السعودي وأضاع فرصتين، أول واحدة اجت له العارضة والثانية الكعبية يلي ضربت الكعب. خلص الشوط الأول على النتيجة 1-0. الشوط الثاني من بدايته ضغط أهلاوي كبير، بس المشكلة انه واجه فريق ياباني منظم جدا ثقيل على ارض الملعب، صعب اختراقه. الضغط الكبير لنادي الاهلي استطاع انه يخترق الدفاعات. اجينا للدقيقة 62، هدف رائع جدا من جالينو، صاروخ ارض جو ما بينصد، ما شاء الله على الهدف. للمباراة الثانية على التوالي بسجل اهداف من مكان بعيد، تسديدة خرافية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ومثل ما بيقول حفيظ دراجي بالزاوية التي يسكنها الشيطان. هدف لا يصد ولا يرد، هدف رائع، برافو جالينو. هدف جالينو أعاد الأهلي للمباراة وزاد من ضغطه الشرس على المباراة. هدف جالينو خلى مهمة الأهلي أسهل وزاد ضغطه على الفريق الياباني. الدقيقة 70 إيفان توني هدف الثاني، والدقيقة 76 هدف لرياض محرز، بس تسلل للأسف. ألف تحية للمدرب يايسلي يلي عرف يقرأ المباراة بين الشوطين وغير مجرى المباراة بالكامل بالتبديلات اللي عملها. وألف مبروك للأهلي السعودي. ومشان فقرة التقييمات، اللاعب ميلوت جاب 8.3، جالينو ورياض محرز 7.7. هذا تقييم كل المواقع. تقييمي أنا رح ضيف عليهم كيسة 7.0. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، وبدي اياكم بالتعليقات من بعد اذنكم تباركوا لبعض وتباركوا لنادي الاهلي لانه بيستاهل. بكره النص النهائي الثاني شباب الاهلي مع ماتشيدا، بنتمنى شباب الاهلي يتاهل لحتى نشوف نهائي عربي خالص. اثنين اهلي. بالتوفيق للاهلي السعودي، نلتقي على خير. السلام عليكم.